من علمني الكرة صرت له بطلا، فروح التفوق لابد أن تزرع من المهد، وصناعة الأبطال تبدأ بشحذ همم الشباب من أجل التفوق والتميز. أكاديمية آسبير تبنت رؤية صناعة النجوم تحت شعار اليوم حلم وغدا نجم. الزميل سمير بالفاطمي زار هؤلاء الأبطال الصغار وحمل لنا شجونهم وطموحاتهم في التقرير التالي. تستحق أن تروى، وقطار التميز هنا بالدوحة لابد له أن يمر عبر محطة اسمها أكاديمية آسبير للتفوق الرياضي. تجربة فريدة في عالم المستديرة، تلك التي يعيشها هؤلاء الفتية بمختلف فئاتهم العمرية هنا بالأكاديمية التي افتتحت أبوابها من أجل جيل يحمل جينات التألق وتفاصيل النجاح في مجال كرة القدم. أكاديمية التفوق الرياضي تهتم بالنشأ الرياضي خاصة في كرة القدم، فتصغر اللاعبين المواهب وتطور مواهبهم إلى أن تصل بهم إلى المنتخبات ومع فرقهم في الأندية القطرية. السلام عليكم. مواهب شابة مليئة بالحماس تحمل معاني التربية كما تحمل طموح الكبار من أجل رسم مسار نجومية قد تؤهلهم لحمل قميص المنتخب القطري في مونديال عام 2022. أكون ألبس قميص منتخب قطر وألعب كأس 2020 والعب ضد افريقيا عاليه مثل برشلونه ريال مدريد واحترف برا. فطموح النجاح عند هؤلاء الشباب حينما يرسم في واحده من اكثر المنشآت الرياضيه تطورا في العالم والاولى من نوعها في المنطقه، فلا بد له من ان يكبر وينمو. تعلمت اني العب في رياضه كره القدم، تعلمت اني انا مركزي الوسط، تعلمت اني اتحرك وافتح حق اللعيبه القلب عشان يلعبوا اللواس. تعلمت اشياء كثيره. منشآت تعليمية وريادية متطورة تلك التي تتوفر عليها الأكاديمية، وهي مزودة بتقنيات تتفق مع أرقى المعايير العالمية، وبها سلسلة متكاملة من المرافق كملاعب التدريب والصالات الرياضية ومضمار للجري في الهواء الطلق. العمل اللي قاعد يحدث الآن في أكاديمية التفوق الرياضي يحدث قليل ما تجده يحدث في أنحاء العالم، فالاهتمام والتطوير وتوفير جميع الإمكانيات لتطوير اللاعبين موجودة في هذا الصرح الكبير. أعتقد أن طموحنا إحنا لا يتعدى كثير تمثيل المنتخب، طموحنا أن إحنا نشوف لاعبين قطريين في الأندية العريقة في العالم في العالم. فلكل نجاح رواده ولكل تميز قصة ومتعة، فمن يريد أن يحصد الأبطال عليه أن يزرع شبابا صغارا في عمر الزهور قد تتفتق مواهبهم لتنير سماء الإبداع ولو بعد حين، فقد يكون اليوم حلم وغدا نجم. يقال أن الشباب مصدر القوة والحكمة طريقه للنجاح، وهؤلاء فتية آمنوا بموهبتهم فزادتهم أكاديمية آسبير تميزا وتألقا، وكأن لسان حالهم يقول: تعلم الكرة في الصغر كنقش البطل على الحجر. سمير بالفاطمي، الجزيرة الرياضية، لبرنامج شبكة المراسلين، الدوحة. بعد النجاح الكبير الذي حقق